حياة أمي شرب. يعني ما بعرف كيف بدي بلش الفيديو. بالعادة بقوم بنطوط وبعمل حركات وكذا، بس أقسم بذات الله مسلوق سلق. يعني أنا إذا بدي أقوم هلأ نطوط حزرزت طول الفيديو عرق. يعني أنا آخر فيديو كان لسه الشوب أقل من هيك وانسلقت يعني لبين ما خلصت هلأ. فقررت هذا الفيديو اني انا لقيت طريقة المناسبة باني انا اقعد وبس واحكي عادي. يعني انا بدي احكي موضوع بس ما ضروري اعمل مسرحية. اليوم بهيدا الفيديو جايب لكم دراما شي فاخر على الاخر. مشان هيك خليكم معي للاخر، لانه اليوم حتحضروا فيديو خرافي على القاعد. فيديو اليوم حيكون عن مشكلة الشامي وطارق. خليكم معي للاخر لحظة. يلا. لا يحيا بيننا إلا الإنسان الشريف، ما فيه ذكي نبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الزلم والصبايا؟ رايقة سبايا بيبي كله تمام يعني. سؤال اموركم كيف؟ لا بالشورت اقسم بذات الله يعني. اموركم كيف؟ شو الوضع؟ كله تمام يعني. ليكو جايب لكم اليوم مشكلة شي خرافي على الاخر، لدرجة التيك توك انصرعت. لحظة شوي، ما بعرف اذا عم تسمعوا بس انه انا عم بسمع عشان ما اعملكم قلق. تيك توك انصرع بمشكلة صايرة بين الشامي وطارق ووائل. في واحد اسمه بوزو طالع لي بالنص، هذا بوزو ما بعرف اصلا مين مسميه. فيا جماعة المشكلة اللي صايرة انه محك شوي وحنام. انه يا معلم هذا الشامي طلع بلايف، عشان تفهموني مزبوط. طلع بلايف يا معلم على عمك انستغرام. كان طالع هو ووائل وطارق، بالاحرى كان طالع هو وطارق وفات معهم وائل بالحديث. كانوا قاعدين شي بجو سيارة ما سيارة وهيك، وعم يحكوا عن شي بخص الاغاني وكذا. وتعرف مشاهير ومشاهير ومش حركاتنا، نحن ما بنعرف بهالقصص. خلونا نحضر الفيديو مع بعض مشان ما نضل نشرح على الفاضي. يا برو، على فكرة انت صاير ما بتستحي البت. ايه حاسب. منك كل شيء ناقص. ظريف انت. دسوسة جدا ولاعبين. صاحب اكبر ترند بالشرق الاوسط، ما تحكيني. الراعي الرسمي لبفديكي. يعني هو رسميا انا ما فيني اقول غير هيك. سميتك رسميا انه بالفعل هو هذا الزلمه صرع. شو اسمه هذه الفيديوهات تبع بفديك شو بعرفني هلا الصراحه كثير يعني نزلوا له فيديوهات للشامي هن باغاني بفديك ومو بفديك هالقصص. شو الاخبار؟ والله بخير يا روح، انت شو في ما في؟ يعني حتى الشامي لك شو قال قصة رسميا انا ما فيني اقول غير هيك يعني. والله عبي ما بعرف، عم بيشرب ايجو شكله، ما بعرف شو عم بيصير معه. كبران الخسة براسه. حارق جديد اليوم، ليه مظبط خلاص اموره؟ مظبط، انا صرت انسان ليك ثاني. وحياة الميمة مو اذا بتصير اكبر ترند بس لك مشخ بالمانيا كابسة. حياة العلامة الزرقاء. وين يا الشامية؟ هيهم حيهم. حيو والله كيف الحياة بعلامة زرقاء؟ معلم. هي بالعموم حياة المشاهير صعبة بصراحة. بس برا في فرق بين زرقاء حقيقية وزرقاء ب 17 يورو، بتفرق يا حبيبي. هلا انتم للاسف الشديد زرقاتكم 17 يورو. عادي. المهم زرقاء. خي يعني بالعموم هي حياة مشاهير شلون ما كانت حلوة. لا ظريفة. ايه للزوج. امتى الجديد؟ والله يا صاح محضر قطعة كثير 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 حمالة جو جدا. كتابة وألف ياء. هذا بلش يسرب هذا. خلاص لا بس هو ما سر. هذا معلم الثقة الزبالة لصاحب اكبر ترند بالشرق الاوسط. حضرت كثير فيديوهات لوائل فبتحسه كثير مزودة وكثير عايشة وعلى الفاضي يعني بصراحة. ما عندي مشاكل شخصية معه للصبي، بس أكيد ما حيكون معي مشاكل شخصية. هو وين وأنا وين؟ يعني بدي 50 سنة ليصير عندي اللي عنده. المهم مش مشكلة، نحن نرضى بما قسم الله لنا. فالقصة كلها يعني من الآخر إنه الزلمة ما زنخ يا أخي، ما بحبه، ما بعرف ما انا بفهمه. ما يعني عم اقلب هيك ما كثير غير بتفق أنا كتاب. وياه، بس لازم الحق يقال يعني. فهو عن جد صاحب ترند كثير قوي. صبي 14 مليون، شو عم تحكي؟ هي فيديوهاته بتجيب فيوز يعني. الواحد ما يكذب، لايكات وكومنتات وكذا. اللايف عنده بضله عالي. المهم ايه لانه انتم شلة تيك توك الراعي الرسمي لبفديكي.
اجوا الاختلاف يعني لو تطلع ترند كابسك بألمان بس. انه بالنهايه الموضوع انا بالعكس كنت حابب شارك فيه، بس يعني الفيديو كفيديو ما حبيته، مو الفكره. تورطت فينا نقول هيك شيء. مسجات انت الشامي هديك تيك توكر لا تروح لهم. لا هلا هيك انا حضل الشامي وانتم تيك توك. عليك بعتقد الايجو هي نزل غنيتك ويصير خير. عقبك بتعرف هي بعتقد هي تغطى شو يعني عرفت؟ ليك اذا اذا بتخليها ساعة على الكتاب حتتعبكم، رواق، اذا انا خايف مش انت ساعة بتنزلها حتتعبكم. مكان. اسمع. في حدا ثاني حكانا يعني عرفت؟ فخلص روح نزل غنيتك. وحياة وائل على تهديد رسمي. برمي تراكي وبروح بنام، وبعرف انه الناس بتوقف بظهري لانه لك عشان ما اطول عليكم بالفيديو، الفيديو كله لايف يعني عم يحكوا فيه وكذا، والصراحة الامور كانت كتير رواق. يعني انا حضرت الفيديو اللايف تاعولن هلا مثلا على الفيديو اللي عندي، فكانت امورهم كتير تمام يعني ما في شيء، وعم يحكوا عن هيدا الموضوع وخلص قطش الموضوع. ما عادش في حكي كتير عن هالسيرة وسيرة الترند وكذا والفيديوهات. انه الشامي ما عجبه هيدا الموقف، يمكن حس حاله بمكان محرج، او في حدا يمكن كومنتات جماهير كله بيأثر يعني بالاخر. يمكن اذا اجتمع عنده جمهور عم بيقول له انه هن سبب شهرتك او ممكن الشامي يتحسس، والحساسية بدها منها بحساسية لانه ما بيمشي الحال هيك. رجع نزل فيديو ستوري ومسحه، وهون عمل حساسية يعني الصراحة. هذا الستوري اللي مسحه عمل قلق على الاصلي. خلينا نشوف الشام شو نزل الستوري. ما بعرف ليه هيك، واصلا يعني ما بقى انا الشام بحسه انه كثير انسان شو بعرف انه تمام يعني. فهمت كيف؟ بعتذر انه انا عم بطلع احكي بهذا الموضوع حاليا. انا جد اسف لانه بعدت عن الشيء اللي متعود دائما اطلع احكي لكم فيه، بس شوي ضايقني الموضوع. بفتح الفيسبوك بشوف اشياء شوي بعيدة عن انا شو بعمل، يعني عم شوف كلام بغير حق، وعم شوف اشخاص على التيك توك او هون عم يستخدموا اسمي بطريقة غلط، او عم يستخدموا معرفتي بطريقة غلط، وهذا الشيء انا غير مسؤول عنه. الحمد لله بحياتي ما عملت شيء او حكيت شيء او غنيت شيء بجيب العار لإلي او لعائلتي او لمحيطي او لبلدي. طول عمري ضمن الاصول ومنكم وفيكم والكم، فما لي شايف مبرر لاي كلام ممكن ينقال عني او اي شيء ممكن ينحكى عني. حب وحنان. كلام جميل، والصبي نحكي واقع يعني. الصراحة صوته حلو، شهر وبقوة، وأغانيه يعني القديمة والجديدة خلص يعني أخذت مشاهدات خيالية الصراحة. فعن جد حقه بمطارح معينة إنه أنا زلمة صوتي حلو وأنا عم بتعب على حالي، فعن جد ما تنسبوني لحدا، لأنه مش أي حدا بغني على غنيتي هو اللي عملني. انتو ليه بدكم تعملوا دراما؟ هلا أنا شخصيا بحس في شي من الدراما عم بيصير، عشان هيك لازم نحضر الفيديو مع بعض. برجع بقول انا فضلي حالي، بس لما انت تنكر الخير لا بدي بحقي اطلع واحكي اني انا عامل ومساوي. معلم اطلع على السوشيال ميديا، اطلع ورجيني، شوف الفيديو اللي انت نزلته، الفيديو اللي انت نزلته ستوري وحذفته انتشر هون، فوت اقرا تعليقات عليه. ما رح اقول لك لو مو طارق ووائل ما عرفناك، ما رح اقول لك هي الكلمه لانه انت عندك اغاني حلوه وانت شاطر، بس معلم تونس ما كنت وصلت لها، ولا المغرب العربي ولا الجزائر ولا مصر، ما كنت وصلت لهم. بتنكر انه عرفوك من ورانا، من ورا الغنيه صاروا يسمعوا اغنيه الشامي؟ ما فيك تنكر، ما فيك تنكر، لا هلا ولا بعدين حبيب، ما فيك تنكر. انت شاطر على عيني وراسي من فوق وفنان، بس ما فيك تنكر. معلم الموضوع بداية، كل المشاكل اللي قبل ساكت بالنسبة لبداية فوت على الحمام. عنا، انا ساكت، اوكي العالم بيتبلونا بيقولوا انتم بتسووا مشاكل، بس هلا هو اللي نشر مشكلتنا بالخاص. ليش تطلع تنزل فيديو وتنكزنا؟ ليش تطلع تنزل ستوري انت وتحصل الستوري وتخلي العالم تفكر انه انا اللي حاكي عنك؟ انا مو حاكي عنك، ولا نزلت عليك ستوري. بعد ما انت نزلت فتحت، لانه بعد بساعتين وثلاث ساعات كمان طلعت ورديت عليك، عم رحت حذفت الستوري تبعك عشان يبين انه انا اللي قاصدك، وانا ما بعد ما حكيت انت انا حكيت عليك. بدي رد لحظة، يعني هلا طارق هو عم بيقول انه صحيح الشامي نزل ستوري، بس الفكرة يا بيبي انه الشامي مسح الستوري بعد ما نزلها طارق عشان يبين انه طارق
ابن حرام وهذا طارق عم بجيب سيرتي بالعطل ولا عن ابو اللي لا خلص انه نحن ما خصنا بالموضوع، نحن بس طالعين نلقي خطاب عن الموضوع. فيا شعب التيك توكر العظيم عن جد خفوا علينا دراما. لا عن جد اول مرة بحس انه في دراما تيك توك كتير قوية. بالعادة دراما اليوتيوب اللي بتعمل قلق، بس هالمرة الدراما تيك توك يوتيوب فايتين بقلب بعض. ولا ما بيصير رد؟ ما فهمت. انسى لفرجيكم شيء احسن يمدوا فيه. هيدا بوزو نزل فيديو عم يحكي فيه عن شيء بخص الاغاني، ويمكن انه هي سبب المشكل. يعني نص الاغاني الشامي اللي ما منزلهم مسربه من الشباب، كان يبعث لهم اياها ويقولوا لنا اسمعوها واعطينا رايكم فيها، هن زدوها على التيك توك. يعني الشاب كان مفكرهم اخواته عم يبعث لهم الاغاني كرمال يسمعوها ويعطيهم رايهم، هن زدوا لي اياها بحساباتهم هي ويسربوا لي اياها. يا حرام يا حرام يا حرام قديش مخدوع الاخ. ما علينا. يعني باختصار بحب اقول لك انه هيدا كلامه معلم مش منطقي ابدا. كيف هن بدهم ينزلوا الاغاني على التيك توك تسريبات، كيف هو ما بده يعرف عن جد انه اذا هو مش باعت لحدا، وغير هيك انه هن اللي منزلين تسريبات. فهيدا كلام بوزو برات على البلاط، عذرا لكلمة بلاط. لا كله بكفة، ولما يطلع وائل وطارق بكفة تانية ويحكوا عن الموضوع فحنسمع من وجهة نظرهم الاثنين الشلي بالاحرى. مزني لك يا زلمه كلمه شكرا مباعد، لك شكرا مباعد، شكرا يا زلمه. حسب ما شايف انه مبين شكله بعد لايف طارق دغري مع بعض يعني فايتين، لانه طارق بعده بنفس الثياب وبنفس المكان. شكرا يا زلمه، اذا بتكون ماشي بالطريق واحد بيبعد عنك ازاز من الطريق بتقول له شكرا يا حبيبي. يا زلمه كيف اذا عم يطعميك؟ بدي احكي لك على لا ليك كلام طارق انه كيف لو عم بيطعميك مش مزبوط. شيء الرزقة مقسومة لكل انسان، فمش ضروري يقول له انه عم بيطعميك وما عم بيطعميك، لانه مش يعني اذا اصلا اشتغلت عندك او اشتغلت معك فانت اللي عم تطعميني او انت اللي معيشني. رب العالمين قاسم لي هيدي الرزقة فيك وبلاك. انتبه، لكل انسان بفكر حاله معيش شخص، يعني رب العالمين قاسم لي هالرزقة فيك وبلاك انت، بس رب العالمين كان حاطك بمطرح او بمكان ما انت وسيط لتكون الرزقة واصلة، او عن طريقك رزقتي وصلتني مش اكتر. بس مش انت اللي طعمتني ومش انت اللي شربتني. هيدا الكلام لطارق لانه عيب يا برو. يعني الشامي انا لك صحيح انه ستوري واحدة طلع حكي فيها، الشامي طلع حكي بستوري واحدة ومسحها وما عاد صار حكي. هن مستقصدين يعملوا دراما لانه ما سكتوا يا زلمه، ما سكتوا ينعن ديبهم، ما سكتوا ولا شيء. والشامي وما بعرف شو، ما شكر وما اعتذر. ما خلص اسكت يا زلمه اسكت، انت اللي احكي على الخاص. هاي نقعد ونحلل شوي هيك لانه انا تعبت نفسيتي. كله دراما تمام. وائل بحب هيدا الجو، بحب يقدم هيك. يمكن طلع من ورا الدراما. الاول عربيا ما بشوفه الصراحه. الاول عربيا 2 مليون، في عالم عندها اكثر من هيك على حساباتها. التفاعل في عالم تفاعلها اكبر. قعيد شو يعني وضعه؟ يعني مثلا قعيد هيدا اللي بفوت على حسابه باللايف معلم ارقام خياليه. اللي الاول عربيا، كيف الاول عربيا خيي؟ تعال ترجم لي هي. انا زلمه ما كلام وائل ما زبط معي. وهيدا نهاية الفيديو، بانه بحب لكم انا حاسس الجو كله الشامي مثلا غلط بمطرح انه نزل فيديو حتى ما بحسه غلط، انه خلاص ما تنسبوا نجاحي لحدا، بس انه في غلط عنده انه كان عن جد فيه يتشكر اصحابه انه ساهموا بشي. عن جد ممكن ساهموا بشي، الشباب عندهم جمهورهم كمان. بس يمكن هي غلطة الشامي انه ما تشكر الشباب بس. بس منه غلطان بانه عن جد ما تنسبوا نجاحه لحدا، لانه هو الصبي صوته ناجح، هو الصبي ناجح. لما بده ينزل فيديو اي شخص لإله ويذكروا فيه والصبي فاشل، انا قلت مش حينجح، لانه الصبي ناجح، صوته حلو، الصبي بين صار له جمهور وكبر بسرعه. ف الله يمضي هالدراما على خير لانه زودوها تمام. وائل وطارق كثير عم يلعوا. ليك هلا طارق انا حسيته محترم اكثر من وائل. عم يحكي شوي باحترام وعم عم يذكر حقه، انه على الاقل اشكرني ب1 2 3. بس وائل
على الاخر يعني، خريطة نزعت الطوشة كلها برو. ولا برو ولا زبالة، حل عني يا زلمة، انا سكر راسي من الفيديو.